مع بعض النهارده القرص الطريه باللبن الرايب. لبن الرايب او الزبادي الاتنين زي بعض. انا عندي كيلو لبن رايب فقلت هعمل بيه القرص الطريه. ده كيلو دقيق، بحط كيلو دقيق، وعليه المكونات الجافه كلها. معايا معلقه ملح صغيره، معلقتين خميره، 4 معالق سكر حطهم عليها، ومعلقتين كده كبار بيكنج باودر. هقلب بقى المكونات الجافه دي كلها الاول، وبعد كده نحط السمنه. القرص دي بتبقى جميله قوي قوي قوي. عايزه تحطي عليها قرفه، عايزه تحطي في قلبها شوكولاته، عايزه تحطي في قلبها عجوه، اللي يريحك. انا بعملها للفطار فبحطش عليها اي حاجه خالص عشان تتاكل جنب الجبنه كده. قلبت بقى المكونات الجافه كلها على الدقيق. احط بقى السمنه. معايا كوبايه سمنه، دي سمنه بلدي، ممكن تحطي نصها سمنه نصها زيت على حسب الموجود عندك. دي سمنه بلدي احسن حاجه بصراحه، بتبقى بالسمنه البلدي الفلاحه دي، بتبقى جميله قوي. هعملها زي الكحك كده، زي ما احنا بنعجن الكحك، وهبس الدقيق كده بالسمنه. اوريكم الشكل ازاي. هقلب لحد ما احس ان الدقيق كله بقى سمنه. انا كان عندي كيلو لبن خليته 3 ايام بره لحد ما راب، عمل قشطه ولبن رايب بصراحه جميل. قشطه كتير قوي، بسم الله ما شاء الله، الوش على اللبن. فقلت ايه، هستغله بقى واعمل القرص الطريه دي. بتبقى جميله قوي وريحتها جميله. الدقيق بقى عامل ازاي، حاسه ان الدقيق كله سمنه، كل الدقيق اهو مبصوص وكله سمنه. السمنه كلها متوزعه في الدقيق، مفيش دقيق من غير سمنه خالص. هبدا بقى اعجنه باللبن الرايب. طبعا القشطه على الوش، انا هعجن كله ببعضه. ده كيلو اللبن الرايب، اللي على الوش دي القشطه باللبن. انا هبدا احط شويه بشويه. انا ممكن ما اخدش الكيلو كله، يعني انا مش عارفه العجينه هتاخد الكيلو ولا لا، ولو احتاجت تاني ممكن ازودها شويه ميه صغيرين او شويه لبن حليب. فانا هعجن واشوف. نحط شويه كمان. القرص دي بتحتاج عجين كتير، المفروض تعجيني على قد ما تقدري. انا خدت شويه اللبن الرايب الباقيين حطيتهم، يعني خدت الكيلو، خد كيلو لبن رايب عشان تبقى طريه. احنا في الشتاء فلازم نطريها شويه. بس العجينه طريه ازاي، عايزاها طريه شويه عشان احنا في الشتاء مش في الصيف. الصيف بيسيح العجينه شويه، انا عايزاها طريه. عامله ازاي تقدري تعجني فيها بقى لما تحسي ان العجين بيطلع من ايديكي، ما يبقاش لازق في ايديكي ولا لازق في الطبق. بصي العجينه عامله ازاي، ما شاء الله طريه خالص، وريحه السمنه باينه فيها قوي. العجينه عامله ازاي، طريه جميله جدا. هنلمها بقى ونغطيها ونحطها في مكان دافي لمده 2 ساعات. سيبي العجينه كده اهي، طلعت من ايدي كلها.
هغطيها بقى. هغطيها بالاسترتش، نحطها في مكان دافي ساعتين ونرجع. دلوقتي بقى نبص على العجينه بعد ما سيبناها ساعتين، خمرت خالص ما شاء الله. هشيلها بقى خالص، هنزلها خالص اهي. ممكن انزلها كده هنا واقطعها بقى، اقطعها كده على حسب ما انا عايزه، كبيره صغيره زي ما انا عايزه. دي صينيه مدهونه زيت، الصينيه دي دهناها زيت، هحط فيها القرص. هحاول كده ايدي تبقى ميزان بحيث ان القرص كلها تبقى قطعه واحده، متبقاش واحده كبيره واحده صغيره. افردها واسيبها برضو بعد الفرد نص ساعه. دي انا حاسه ان هي اكبر واحده فيهم، فاشيل منها حته شويه عشان تبقى خمرانه قوي. الكيلو بقى عمل صينيه كبيره زي دي كده. هسيبها بقى اغطيها واسيبها نص ساعه وافردها بقى ان شاء الله. دلوقتي بقى ده بعد نص ساعه خمرت برضو شويه كمان. هبدا بقى افردها في الصينيه دي. صينيه فيها شويه زيت صغيرين، هفرد بقى العجينه فيها مكانها كده. انا مش عايزاها تبقى رفيعه قوي عشان يبقى ليها قلب، فايه عايزاها تخينه شويه كده. هسيب مسافه بين الواحده والواحده. بطلي لعب يا سلمى. ممكن افردها على ايدي او افردها في الصينيه. ممكن افردها على ايدي كده، خليها كده بالتخن ده، مش عايزاها رفيعه كده الحجم ده. انا الفرن التاني دوت بينجز معايا شويه، فهسويهم فيه. يلا هي دلوقتي بسم الله ما شاء الله في الفرن عامله ازاي. هطلعها بقى. عايزه وشها يلمع، هرش وشها بشويه ميه، هتخلي وشها يلمع ويبقى جميل كده اهو. ده اللي هيدي لمعه على الوش. شيلها بقى نحط التاني. ودي بقى شكل القرص بتاعتنا بعد ما استوت. شكلها كده جميله ما شاء الله. استوت هشه ازاي، افتح واحده كده قلبها عامل ازاي، طري ازاي وجميل، وريحتها جميله جميله جميله، وطعمها حلو قوي. احنا دقناها طعمها جميل جدا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه، ونتقابل على خير ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى. باي.